تخيلي تبدأي روتين للعناية بالبشرة فتصحي تلاقي وشك بقى كله خطوط واحمرار وتقشير وشكلك كمان بقى أكبر من سنك ب10 سنين. ده اللي حصل مع البنت دي، وقالت شكلي بقى كأن عندي 80 سنة وده بسبب اني بستخدم الريتينول. البنت دي بدأت تستخدم ريتينول بتركيز عالي من اول يوم، وكل يوم بدأت تعيد استخدامه من غير ما تدي بشرتها فرصة حتى انها تتأقلم، وكمان ما استخدمتش لا واقي شمسي ولا حتى مرطب بعد الريتينول. النتيجة وشها اتحرق فعليا، حصل التهاب شديد وبدأت تظهر خطوط رفيعة كأنها تجاعيد. والحالة اللي مرت بيها البنت دي اسمها ريتينول بيرن، يعني حرق كيميائي للبشرة بسبب استخدام الريتينول. طيب ايه هو الريتينول ده اصلا؟ الريتينول ده مشتق من فيتامين اي وبيشتغل على تقشير الطبقة السطحية للبشرة، ده غير ان هو بيحفز الكولاجين وكمان بيقلل من التصبغات والتجاعيد. بس لانه قوي جدا لازم يدخل في الروتين بتاعك بتدرج وكمان ببطء، والا هيقلب ضدك زي ما حصل مع البنت دي. طيب ازاي تتجنبي اللي حصل مع البنت دي، خاصة لو انك لسه هتستخدمي الريتينول؟ اول حاجة عايزاكي تبدأي بتركيز بسيط، يعني 25% ده هيكون تركيز ممتاز. لما تبدأي استخدميه مرتين بس في الاسبوع في الاول، واستخدميه دايما على بشرة ناشفة بعد الغسيل ب20 دقيقة. اهم حاجة بعد ما تستخدميه على طول لازم تستخدمي مرطب قوي، سواء السيكا بلاست او السيرافي او البيبانسين. والصبح اول لما تصحي لو هتنزلي اي مشوار حتى لو كان جنب بيتك لازم تحطي واقي شمسي. ولو حصل اي تهيج للبشرة بتاعتك فورا وقفي استخدامه وابدأي استخدمي كريمات للترميم زي عندك اليوسيرين او البانسينول. نصيحتي ليكي الريتينول فعلا بيغير البشرة، بس يا اما للأحسن او للأسوأ، وده بيعتمد عليكي.